عارف إن كل طفل بيتولد في العالم النهاردة بيتولد وهو مديون بآلاف الدولارات لحكومات ما يعرفهاش؟ العالم مش بس مديون، العالم بيعيش في بونز سكيم عالمي. الدول بتستلف فلوس جديدة بس عشان تسدد فوائد الديون القديمة. لو انت استلفت أكتر من دخلك، البنك بيحجز على بيتك. بس ايه اللي بيحصل لما دولة كاملة تستلف أكتر من إنتاجها القومي؟ احنا في عصر فقاعة الديون الكونية، يعني العالم كله مديون لبعضه ب 315 تريليون دولار. ده رقم أكبر من حجم اقتصاد الكوكب كله بالثلاث أضعاف. خليني أبسطها لك، ده تأمين بيشتريه المستثمرين الكبار ضد خطر إفلاس الدول. لما تلاقي سعر CDS لدولة معينة زاد، ده معناه إن سوق التأمين شايف إن الدولة دي بتقرب من الانهيار، حتى لو المسؤولين فيها بيقولوا إن كله تمام. شوف اللي حصل في سنة 2024 و 2025. دول كتير اضطرت تبيع أصولها السيادية من مطارات ومواني وشركات كهرباء لجهات خارجية، بس عشان تفرمل كرة التلج بتاعة الديون اللي بتكبر كل يوم، اللي بتهز البورصات. في 3 شركات في العالم هم اللي بيحددوا مصير الشعوب. 3 شركات دي هي وكالات التصنيف الائتماني. ازاي؟ الشركات دي بتدي درجة لكل دولة، لو الدرجة نزلت ديون الدولة دي بتنفجر والعملة بتنهار والمستثمرين بيهربوا بفلوسهم في ليلة واحدة. التجربة الواقعية بتقول شوف اللي حصل لليونان زمان، أو اللي بيحصل في الأسواق الناشئة النهاردة. لما خدمة الدين بتبقى أكبر من ميزانية التعليم والصحة، الدولة بتدخل في دوامة العجز. انت هنا ما بتتأثرش بأرقام، انت بتتأثر بتآكل القوة الشرائية لفلوسك اللي في البنك. احنا بنتعلم ان الاستقلال المالي الشخصي هو دفاعك الوحيد ضد ديون الدول. المستثمر الذكي هو اللي بيوزع أصوله بعيد عن مخاطر الدولة الواحدة. لو بلدك غرقانة في الديون، الحل مش انك تخاف، الحل انك تتحوط بأصول عابرة للحدود، ذهب، أسهم عالمية، أو عقارات في مناطق النمو. ما تخليش مستقبلك رهينة في دفتر ديون غيرك. وإن التضخم هو الحل القذر اللي بتستخدمه الدول عشان تمسح ديونها على حساب تحويشة عمرك. لما الدولة تطبع ورق كتير عشان تسدد دينها، قيمة فلوسك بتقل، وكأنهم سرقوا قوتك الشرائية بذكاء. عشان تحمي نفسك لازم محفظتك تكون مضادة للديون، يعني تمتلك أصول الديون ما بتقدرش تاكلها، زي الذهب أو أسهم الشركات اللي ما عندهاش قروض، أو العقارات المدرة للدخل. سؤالي ليك النهاردة، هل أنت بتدخر ورق قيمته بتقل، ولا بتستثمر في أصول ديون الدول ما بتطولهاش؟ هل أنت باني ثروتك على رمل الديون ولا على صخر الأصول الحقيقية؟ أنا مصطفى شحاتة، ودي دقيقة من قلب ميزانية العالم.